وصول ترامب مفاجأة لك؟ والله ما كان مفاجأة. أنا أعتقد أنه الوضع في أمريكا وصل العجز المالي إلى 20 تريليون، وقاربت أمريكا أن تصبح زي الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان عملاق، أمريكا كان عملاق مدجج بالسلاح، رجله من فخار اللي هو الاقتصاد. ما عاد الولايات المتحدة بالنمط التقليدي برئيس جمهورية تقليدي أن تدفع هذا الدين. طلع ترامب من 88 يقول يا جماعة كيف أنا دولة قوية وأحمي دول أخرى هي ثرية وقوية وأنا فقير ولدي عجوز. ووصل حتى يسوي الأجندة اللي قالتها، أن يفرض على الدول اللي هو يدافع عنها أن تدفع المبالغ، وبدأت العملية. اليوم اليابان، كوريا، الكل يدفع ضريبة. هني كلها أوروبا تدفع ضريبة. حتى شوف أوروبا عندها بوتين، الخليج عندها إيران، كوريا الجنوبية واليابان أمامها كوريا الشمالية وأسلحتها النووية، فراح يظلوا في حاجة للولايات المتحدة للدفاع عنهم. نجح الاقتصاد. نعم أنا من أول يوم قلت راح ينجح. الوضع الاقتصادي تطور جدا جدا جدا. شوف الأرقام الول ستريت والبورصات معدل. عشان كذي كل الكلام اللي تسمعه الريال ما يحبونه راح يسقط، والله ما راح يسقط دورتين. وأنا أقول من كثر ما راح يفرحون فيه، إما زوج بنته وإما ابنه يمكن دورة ثالثة، مو بالضرورة رأسا بعدها بدورة وراح ترجع له. هي هالعقول، والرجل وراه عقول ضخمة جدا، مستشارين يعني جدا جدا. ورجل ما أتى بالصدفة وما أتى ليرحل، وأتى راح يعدل ميزانية أمريكا ويرجعها دولة عظمى حقيقية، مو بس عسكر وهذا، بل اقتصاد حقيقي. وسيكون على حساب دول أخرى، سيكون على حساب دول أخرى. منها الدول الخليجية، منها الدول الخليجية، منها الدول الخليجية جدا جدا جدا. أنت تتوقع كذي؟ جدا جدا. شلون على حساب دول الخليجية؟ يعني عليها أن تدفع. هذا هذا تشيك على بياض. شلون أنت راح تدفع؟ هذه ما لها ميزانية محددة. يعني إحنا نقعد ندفع الحين؟ لازم أنت قاعد تدفع وحتدفع.